السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني، معلش منزلتش فيديو امبارح، ما كانش في وقت، ما كنتش قادرة، كنت جاية تعبانة جدا. قضينا اي حاجة، فول وبطاطس وتونة، قضيناها كده اي حاجة، لان كنت جاية قبل المغرب كمان ب10 دقايق، فيا دوبك لحقت ايه على طول كده. فعشان كده معلش معرفتش انزل لكم فيديو. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. النهارده هنعمل فراخ ولوبيا ورز. فراخ ولوبيا ورز. انا النهارده طبعا ما رحتش الشغل، بس الميه قطعه فمدوخاني. انا حطيت ميه الفراخ اتسلقت اهي. حطيت ميه الفراخ عشان اسلقها، غليت اهي. بحط في ميه الفراخ طماطمايه وبصلايه مقطعها 4 تربع، وبحط التوابل. والله انا مجهزه عشان ما اعملش، بس برضو النسيان ده. ملح، فلفل اسمر، ورق لوري، 5 حبات حبهان بحطهم كده، وبحط مكعبين مرقه. محدش يقول لي اعلان يا جماعه، بس انا ما عارفين، انا اكلي كله بحب احط عليه مرقه. والميه غليت اهي. بحط طبعا انا ملناش في الفراخ قوي، يعني حتى لو جبت فرخه بشيل صدرها لاني ما نعرفش نندغه. هنا جايبه وراك بسلقها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوراك انا بغسلها اول حاجه تحت الحنفيه، بطلع كل المزلقه اللي فيها اللي ما بين الجلد، واطلع الشعر كله اللي فيها الريش والحاجات دي، وبخليها زي الفل تحت الحنفيه. بعد كده بحطها في ميه وملح، بعكها الاول كده ما بين الجلد بالملح. بعد ما تدعك بالملح بحطها في ميه واطلعها. وبعد كده ببقى عامله ميه فيها ملح، ليمون، دقيق، سنه سكر، وراح حاطه فيها الفراخ لمده 10 دقايق ربع ساعه، اللي هي ايه تاخد في المحلول ده عشان الزفاره، لان الفراخ بتبقى زفره قوي. ده عدم حبي في الفراخ قوي يعني، عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره. وبعد كده بمسكها بشطفها تحت الميه مرتين كده 3 من الملح والمحلول اللي انا كنت حاطاه فيها، واحطها في مصفى تصفي ميتها خالص. لازم الفراخ تصفي ميتها نهائي. بعد ما بتصفى بعمل كده، بحط ميه سخنه. انا ما بشوحش الفراخ، انا بشوح اللحمه، لكن الفراخ ما بشوحهاش. بحط ميه مغليه تغلي على النار، بحط البصلايه وطماطمايه، حبهان، فلفل اسمر، مكعبين مرقه، ورق لوري، بس فقط لا غير. لو عندي جزر بحط جزرايه برضو، بتخلي الشوربه لونها حلو وطعمها حلو. وبسط الفراخ بتاعتنا هي غلوتين وهتستوي. تعالوا بقى نعمل لوبيا. هنعمل مع بعضنا لوبيا. تعالوا نعمل مع بعض اللوبيا. حطيت حله على النار، احط فيها معلقه سمنه، حطيت معلقه سمنه كده، وهنا بصلايه صغيره مش كبيره، لان انا مش عامله كميه لوبيا كبيره، انا عامله نص الرز، ويا ريت تتاكل والله. عيالي مجننني. عيالي اديهم بيتزا من بره، اديهم شاورما من بره، تسفيني ملوخيه. البصله لونها يتغير بس يبقى لونها ذهبي، هنزل عليها بالطماطم. برضه ما بحطش طماطم كتير، كنت بخففها وخليها. وطبعا اللوبيا انا سلقاها ما بهرهاش. شايفين اللوبيا سليمه ازاي؟ بخلي فيها نبغه، يعني انا بخلي فيها حته نبغه كده، ان هي ما تبقاش طريه مهريه، لا تبقى حلوه. فسلقاها ومجهزاها عشان ما نطولش عليكم. هنا هعمل التسبيكه بتاعت اللوبيا. حمر البصله وارجع لكم. البصله اهي بقى لونها ذهبي، غير. اول ما يغير لونها بنزل عليها بالطماطم.
بحبش موضوع ان ما يبقاش في ميه ده، يعني انا بحب اخلص شفشق زي كده اغسله ما احطوش في الحوض. احب مثلا طبق زي اللي حطيت على طول كده وارمي ما اخليش في الحوض عشان ما يبقاش عندي مواعين كتير، يبقى بعدها الفطار يا دوبك هي مواعين الفطار. حطيت هنا الفاصوليا تغلي بس الصلصه وحط لها التوابل، مجرد ان هي تغلي بحط لها التوابل بتاعتها. انا ما بحطش الا ملح وفلفل، ومش ملح كتير، ساعات ما بحطش ملح، فلفل وماجي بس، فلفل ومكعبين مرقه. ولو عوزت بقى ملح ما بحطش عشان خاطر انا بزود شوربه، الشوربه فيها ملح وفيها ماجي، فعشان كده انا ما بحطش ملح في اي خضار بعمله الا لما ادوقه بقى واعرف عايز ملح ولا لا. لكن انا بكتفي بمكعبين المرقه اللي انا بحطهم. هغطيها مين هي ثواني. هنا الصلصه بتاعتنا غليت اهو، احط لها التوابل بتاعتها. زي ما قلت لكم ده سر في الاكل، وطبعا اهم حاجه في الاكل النفس، يعني اهم حاجه في الاكل. انا عملت التليفون بالعرض يا عم عادل زي ما انت ما قلت لي. جوز عمتي حبيبي ده اللي بيشجعني على طول، ربنا يخليه ليا، على طول يقول لي اعملي كذا يا منى، سوي كذا يا منى. والله حاضر يا حبيبي، هو بيحب التصوير وبيحب الحاجات دي قوي، فهو مشجعني الصراحه، الله يبارك له يا رب ويحسن ما بين ايديه، حبيب قلبي عم عادل. وعمال بقى للكل شجعوا بنتي شجعوا بنتي. هو ابويا طبعا، ان انا عشت فتره كبيره قوي مع عمتي وهو ابويا التاني بعد ابويا الله يرحمه، ربنا يديله طول العمر يا رب. حطيت الماجي واحط سنه فلفل اسمر بس، ما بحطش اكتر من كده، ولا بحط 7 بهارات ولا بحط اي حاجه. وادي الفلفل الاسمر وخلاص. طبعا هتقولوا انت لونتي يا منى، لا طبعا انا ما لونتش، انا زي ما انا لابسه الاسود، بس انا اللي طلعت الدقس ده لامي حبيبتي الله يرحمها. لبسته بس عشان الجو النهارده صعب قوي لدرجه بصوا من الحساسيه والحر انا عماله ارش في ايدي، الجو حر قوي، يعني دورت على اي حاجه فاتحه طريه ان اقدر اقف بيها في الحر ده. الشقه عندي نار، ربنا يسهل كده يا رب كده. لكن انا طبعا ما لونتش ولا عمري الون دلوقتي، ويعني وارجو منكم الدعاء لاخويا بالرحمه والمغفره، وان يعدي الايام دي علينا على خير يا رب. ان احنا كلنا الحمد لله نفسيتنا وحشه جدا، والله العظيم ربنا وحده اللي يعلم بينا، نفسيتنا وحشه جدا واخواتي نفسيتهم وحشه. وربنا يا رب يصبرنا ويهون علينا. وهو في مكان احسن الحمد لله، في مكان احسن مطمنين عليه، بس يعني هو الفراق اللي صعب، وربنا يجعل اولاده عوض الخير لينا يا رب. يعني مفيش اي حاجه تقدر تعوضنا عن محمد، وخصوصا ان هو شاب مش كان مريض مثلا او كان تعبان، لا ده شاب وفي حادثه وربنا خده مننا كده على غفله، يعني لحد الان محدش مننا مصدق. لكن انا ولا ما لونتش ولا عمري في حياتي الون عليك يا حبيبي، انا لو طلت البس العمر كله اسود عليك هلبسه. فالرجاء الدعاء لاخويا بالرحمه والمغفره، وان ربنا يعني يهون علينا شويه. والحمد لله الحمد لله كل اللي ربنا يجيبه فضل ونعمه من عنده. كده نرجع، معلش انا دخلتكم في موضوع تاني، بس عشان عارفه كله بالذات بقى القريب هيخش يتفرج على الفيديوهات. ده ام يوسف لونت واخوها لسه بقاله 4 شهور ولونت. لا يا جماعه انا ما لونتش، انا بروح شغلي لدرجه ان انا ما عنديش حاجه صيفي لاقياها، نزلت كذا مكان ان ادور على حاجات صيفي تكون قطن، ان طبعا بخرج في الحر فانا ببقى محتاجه طريه، فبضطر ما عنديش الا بلوزه واحده صيفي، ومش صيفي والله هي خريفي، فبنزل بقى في عز النار ده عشان ما اقلعش الاسود على اخويا. اللي يعرف مكان فيه بلوزات طريه، بلوزات قطن طريه طويله قصيره مش هتفرق معايا، انا بلبس البناطيل بوي فريند دي فبتبقى واسعه الحمد لله مستوره، فمش هتفرق معايا. اللي يعرف مكان يكتب لي في التعليقات يا منى هتلاقي في الحته الفلانيه، ان انا نزلت اول عباس، نزلت عرابي، نزلت مدينه السلام عندنا في اسكندريه شارع اسكندريه، نزلت الحدائق القبه، ما لقيتش كل اللي طالع حاجات تقيله طبعا مش هعرف اتحرك. ورجعت لكم، انا مش عارفه الكاميرا مالها مبششك كده ليه، عايزه اتمسح معلش. الفيديو التليفون عمال يقول لي سخن ومش عارفه ايه وعمال يفصل، بس ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم، عشان ما هلاقي تعليقات كتيره كده عماله تقول انا لابسه اسود عشان خاطر اخويا. لا
الجو النهارده فعلا والله، حتى لو شفتوا الجو النهارده صعب قوي. بس ونرجع لموضوعنا. اللوبيا اهي، الصلصه اهي اتسبكت، الصلصه اتسبكت معانا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا جماعه. الصلصه بتاعتنا اهي اتسبكت وبقت زي الفل. مش هحط عليها شوربه الاول، لا انا هرمي عليها اللوبيا كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا غسلاها بعد ما استلقت، ان اللوبيا دي غامقه، حتى ميتها طالعه غامقه. هسيبها تشرب شويه مع الصلصه عشان تشرب من الدمعه بتاعتها وكده، وبعد كده هحط لها كبشتين شوربه. هولع دلوقتي هنقلها على عين صغيره وهقف اعمل معاكم الرز. سوري يا جماعه الصوت. حطيت حله اهي، بس انا بحب اغسل اي حاجه تطلع من المطبخ قبل ما اعملها، متضمنيش ايه اللي حصل. بعدين انا كان عندي فار معرفش دخل لي جنين وبهدل لي الدنيا والله. هجيب زيت. انا بعملش الرز بالسمنه، انا بحب اعمل الرز بالزيت. زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، بس مش كتير. وطبعا اكل فيه صلصه يبقى رز بالشعريه. شويه شعريه حلوين كده محترمين. واقلب الشعريه بتاعتي لحد ما يبقى لونها ذهبي. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين يا رب. متنسوش بقى حطوا اللايك واشتركوا لي في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. هي الكاميرا كده بالعرض يا ام عادل مش جايبه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. حمر الشعريه ونرجع لبعض تاني. ورجعت لكم تاني. الشعريه بقى شايفين لونها بعمل ازاي. انا حاسه ان الاضاءه في التليفون مش اللي هي يعني. شوح الرز شويه مع الشعريه اهو. شويه ملح. والفراخ انا طفيت عليها استلقت. انا عايزه اوريكم شوربتها والله شكلها عامل ازاي، بس الكاميرا هبقى اجيبها في البتاع في الدم. من جمالها هعمل عليها شويه لسان عصفور، او هعمل شوربه شعريه. انا بحب شوربه الشعريه جدا، احلى من لسان عصفور كمان. كده واللوبيا اهي عايزه احط لها شوربه. دي الكبشه بتاعتي شوربه الشعريه. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده اهو كده، بس هي غلوتين وهطفي عليها، يعني غلوتين كده بالشوربه كده وهطفي عليها. الرز كمان عندي الشوح. بصوا الرز بقى عامل ازاي، طلع الميه بتاعته. انا عايزه اشوف بس الساعه كام. كده خلصنا الاكل. ادي الفراخ شايفين جميله ازاي، طعمها الصلصه هتبقى تحفه. وادي لسان العصفور، وادي الرز الشعريه، وادي اللوبيا، وادي اللوبيا. ويا رب يكون اكلنا النهارده عجبكم ونشوفكم على خير. وادي يوسف اهو على طول بالفانلة والبوكسر. طبعا الجو ساعة يا جماعه جماعة. تشجعوني يا جماعه عشان احقق شروط اليوتيوب. ويا رب اكون يا رب كده ضيفه خفيفه على قلبكم. يا رب يكون اكلنا النهارده عجبكم، والف هنا وشفا للي هياكل، والف هنا وشفا للي شاف. تعالوا اتفضلوا معانا والله مش عزوم على فكره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.